إن شاء الله النهاردة هنعمل المخلل اللي هيخطف قلبك، مخلل الطماطم والبتنجان زي بتاع زمان. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. بجيب الطماطم بغسلها كويس جدا وبشيل الجزء الأخضر، وأبدأ إن أنا أقطعها حلقات بس موصلش للآخر بالسكينة بالشكل ده. هبدأ أجهز التتبيلة. عندي معلقة كبيرة من الثوم والهريسة الحارة والفلفل الرومي الأخضر، هضيف عليهم حزمة صغيرة من البقدونس، معلقة صغيرة من الملح والكمون، عصير ليمونة كبيرة، معلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من الخل. هبدأ إن أنا أقلبهم كويس وهبدأ أحشي بيهم الطماطم. طبعا ريحتها وطعمها حلو قوي. هحشي ما بين الطبقات وهبدأ إن أنا أرصها في طبق التقديم، وآدي شكلها النهائي. هبدأ أجهز البتنجان. بجيبه حجمه يكون صغير، بغسله كويس وافتحه من النص وابدأ إن أنا أقليه في الزيت، وأول ما بيبرد ببدأ أجهز له التتبيلة. عندي معلقتين كبار من الطحينة، عصير ليمونة كبيرة، معلقة كبيرة من الثوم والهريسة الحارة، معلقة صغيرة من الملح والكمون، بقلبهم كويس. هضيف عليهم الفلفل الأخضر وحزمة صغيرة من البقدونس. أنا ما ضفتش هنا زيت علشان هو مقلي في الزيت. هبدأ إن أنا أحشي بقى البتنجان، وهبدأ أرصه في طبق التقديم بالشكل ده. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. سهل وبسيط، مخلي البيتي سريع زي بتاع زمان. وانتظروني في فيديوهات سهلة وبسيطة، جربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.